السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت بقى اعمل لكم النهاردة الكيك اللي بالشوكولاتة اللي بصوص الشوكولاتة الروعة جدا ده. كيك هش وخفيف وطعمه في منتهى الجمال. يلا بينا نخش على الطريقة. معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق الابيض، وهنا انا بنخله كويس جدا عشان لازم الدقيق يخش له هوا طالما دقيق الكيكة. الكوباية هنا الا ربع هي من الدقيق، ومعايا ربع كوباية من الكاكاو الخام. لازم الكاكاو الخام برضو تجيبيه من حتة مضمونة كده ويبقى طعمه حلو، عشان خاطر الكاكاو الخام بتأثر معاكي في طعم الكيكة. لو جايباها من حد مضمون بتديكي طعم حلو. معايا هنا البولة بتاعتي حطيت فيها كوباية من اللبن الحليب وكوباية الا ربع من السكر، وهحط 3 بيضات وظرفين من الفانيليا زي ما انتوا شايفين كده، واضربهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء عشان تطلع معايا الكيكة هشة كده ومظبوطة معايا. ومعايا كمان ربع كوباية من الكاكاو الخام، ده انا مستخدمة نص كوباية من الكاكاو الخام، ربع كوباية على الدقيق والمواد الجافة، وربع كوباية على المواد السائلة اللي انا بضيفها على الخليط بتاع الكيكة. هنا هو كده حطيت دلوقتي كده الخليط اللي انا ضربته كويس جدا، ولازم يتضرب كويس جدا، على الكوبايتين الا ربع والربع كوباية من الكاكاو والكيس البيكنج باودر، وضربتهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء زي ما انتوا شايفين كده عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. طبعا القوالب المعتمدة معايا هبتدي كده احط فيهم شوية زيت صغيرين، ومسخنة هنا بقى الفرن، ونزلت بالخليط لحد ربع القالب عشان خاطر الكيكة بتاعتي ما تعلاش كده معايا وتبهدل الدنيا. كده الخليط دوت المظبوط. معايا هنا كيس كريم جانتيه كده زي ما انتوا شايفين المحلى، مش هضيف له سكر، وربع كوباية من المية المثلجة، وهبتدي ان انا اضرب فيهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء لحد ما انتوا شايفين كده. كل ما تبتدي الكريمة تتقل معايا شوية بزود شوية مية ساقعة تاني. لو عندك لبن مثلج حلو جدا برضو مش هيقول لا. هنا بقى كنت طلعت الكيك معايا كده، كيك الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين. كيك طلع معايا هش جدا وطري كده، وبصوا عامل ازاي، بصوا فروغاته عامله ازاي، الكيكه مش مكتومه، شايفين عامله ازاي. هنا ابتديت ان انا اطلعها من القوالب، وكنت بوريكم ان القالب ما لزقش فيه خليط الكيكه ولا اي حاجه، كيكه طريه وهشه. هنا بقى انا حبيت ان انا ازينها كده، لان الاولاد عندي بيحبوا الطريقه دي، يعني بيحبوا ياكلوا الكيكه كده كانها قطعه جاتوه. طبعا كلنا عارفين ان الجاتوه والحاجات غاليه قوي، فاحنا نعملوها في البيت بمقادير كده بسيطه هتفرح الاولاد عندنا. شايفين هنا كده ابتديت ان انا قسمت الكيك بتاعي، وهبتدي ان انا اوزع فيه الكريمه واحط عليه شويه من صوص الشوكولاته. مقادير صوص الشوكولاته ايه؟ ربع كوبايه من اللبن الحليب، ربع كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من اللبن الحليب، وربع كوبايه من الزيت. وتضربيه كويس قوي في الخلاط، بيطلع معاكي صوص شوكولاته حلو قوي، ينفع لتزيين الجاتوه والتورتات وكل حاجه. هنا ابتديت كده زي ما انتوا شايفين احط صوص الشوكولاته، وزينتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وبجد بجد كان طعمها حلو جدا جدا، وطريه كده وهشه، والكريمه طعمها في منتهى الجمال. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ووصلتوا معايا هنا في الفيديو، ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.